هاي يا جماعة. أنا اسمي ملكة كريم. لو أول مرة تشوفوا الشانل دي فأهلا بكم to lovely look at channel. ومبسوطة إن انتوا هنا. ولو مش أول مرة welcome back to my channel. الفيديو ده أنا هرغي فيه مبدئيا just disclaimer يعني إن أنا هرغي في الفيديو ده. والفيديو ده شوية هيبقى مختلف عن الفيديوهات اللي قبل كده في فيديو في اليوتيوب بتاعتي في الشانل بتاعتي. ليه؟ عشان انا شويه حابه اخلي الشانل دي اكتر authentic، يعني اخليها حقيقيه اكتر، وابقى اكتر بتكلم مع الكاميرا واتكلم معاكو كفريندز، ومش بس ان انا اتعامل مع الكاميرا ان انا بإيه لها هعمل مثلا فيديو مثلا بتيتش يو حاجه، مثلا حاجه انا عارفاها فاتعامل بس كده، او ان انا مثلا هفلوج something واوريكم حاجه مثلا من حياتي مثلا او كده، و... وده يبقى بس المحتوى. لا، حابة كمان ان انا اتكلم في فيديوهات عادي، و it's my channel يعني في الاخر. فاتمنى ان انتوا تقعدوا وتتبسطوا وتجيبوا حاجة تشربوها. عشان انا بحب الفيديوز دي، لما باجي اتفرج على يوتيوبر بيعمل فيديوز زي كده بحب اقعد واسمعه بصراحة. وغالبا ببقى بعمل حاجة يعني وانا بتفرج وانا بسمع يعني او بتفرج. طيب، دلوقتي انا هتكلم في إيه النهارده؟ ماشي. انا في كذا حاجه على بالي بصراحه، اولهم ان انا عايزه افكر نفسي معاكم. انا ليه بعمل اليوتيوب شانل دي وليه بعمل فيديوز؟ ليه؟ عشان انا دايما كنت ليه علاقه مختلفه مع اليوتيوبرز، وبحس ان هم جزء مهم من حياتي وبحب اسمع فيديوهاتهم حتى لو حياتي مليانه. ولما اليوتيوبرز بيبقوا حقيقيين مع الاودينس بتاعهم بحس ان احنا قريبين، وان احنا مش بس علاقتنا اللي هو انا بسمع فيديوهاتك وبحب فيديوهاتك وخلاص. لا، بحس ان ده حد حقيقي وحد بيشارك حاجات حقيقية مع الناس، وبحس ان هم قريبين مني اكتر من اي حد لان هم فاهمين حاجة انا بحسها. يا رب الموضوع ده يكون واصل. بس ف انا في تغيرات حصلت كتير قوي في حياتي الفترة اللي فاتت، وطبعا ما كنتش عارفة اصور، وكمان حاجات من الكاميرا جير ضاعت مني، بس تمام. الحمد لله لقيتها يعني. وكنت عايزة اتكلم النهاردة في فكرة ان مش كل حاجة ظاهرة لنا يعني ده هو بس اللي موجود. وطبعا دي حاجة كليشيه جدا 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 ومعروفة، بس بلاقي ان في حاجات كتير قوي كليشيه بننساها ومع الحياة ومع الشغل والضغط اللي بنبقى فيه بننسى حاجات بديهية جدا جدا جدا. فلازم افكر نفسي وافكركم معايا ان الناس فعلا بيبقى ليها الظاهر. على رأي يعني حد سمعته، الناس ليها الظاهر فعلا. لان انا لو فكرت لما باجي افكر الناس بتشوف ايه على الانستجرام بتاعي، وبتشوف ايه من بره من حياتي او اللي انا بحكيه او اي حاجة، لو عرفوا اللي جوه مش هيصدقوا، مش هيستوعبوا ان اكيد لا. وطبعا مفيش حد بيحب يحكي حاجات الوحشة يعني، وفي ناس بتحب تحكي الحاجات الوحشة عشان بس تغذي العين، وش حاجة مش منطق بصراحة. بالنسبة لي مش بشوف ان دي حاجة صح قوي، ان احنا بس نقعد نحكي الوحش 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 عشان الناس تقدر وتشوف اللي احنا فيه. مش بحس ان دي حاجة صح لو على الفاضي على المليان يعني. الا لو حاجة بجد بنمر بيها وعايزين نشاركها مع حد قريب مننا بحس ان عادي طبعا. ولكن انا بتكلم على اللي هو مثلا لا، انا هم مش شايفين غير الحلو، فانا بقى لا استنى ما اوريهم الوحش بقى، لا لازم اوريهم الوحش. ده بيبقى ماشي ينفع في مثلا في كيسز معينة، بس مش دايما ينفع نوري الحلو يعني، مش سوري مش ينفع دايما نوري الوحش. في الاغلب بنحب نوري الحلو، والاغلب بنحب نتفاخر بالحلو، وفي الاغلب الناس بتشوف بس الحلو مش بتركز على الوحش حتى. وزي ما بيقولوا كده، هي بتبقى باكج يعني. انت بتاخد حلو الحاجة وبتاخد وحشة يعني وحشتها معاها. فانت هتتقبل كله يا ما تتقبلش، وما تاخدهاش بحلوها ولا بوحشها. فهي الموضوع كله اختيار عامة. انا بس عايزة افكركم معايا ان
مش كل اللي احنا بنشوفه صح، مش كل اللي احنا بنشوفه حقيقي، او مش كل اللي احنا بنشوفه كامل. ومهما قعدنا نتخيل ان اللي هو الحاجات الكليشيه اللي هي ممكن تكون غنية جدا وبس ابنها تعبان مثلا، دي حاجات كليشيه. لا، الموضوع ساعات بيبقى معقد اكتر من كده، ساعات بيبقى فيه محاور اكبر من كده. وممكن الناس تستحمل حاجات او احنا ممكن ما نتخيلش ان احنا اصلا ممكن نتعرض لها. يعني دي حاجة اصلا ممكن ما تجيش في بالنا ان احنا ممكن يحصل لنا كده ابدا في حياتنا، وحد تاني يبقى بيعاني من الموضوع ده وبيستحمله. ليه؟ لان بيبقى برضه في حلو في حياته احنا بنبقى باصين عليه، بنبقى باصين على الحلو ده اللي هو مش فكرة ان مفيش حاجة كاملة، هو كده كده مفيش حاجة كاملة. بس الفكرة بتاعت ان آه، انتي لازم يبقى عندك وحش في حاجة وتتقبلي الوحش ده برضو. مش حاجة، يعني هقول لكم. ماشي، دلوقتي احنا اتفقنا مع بعض ان مش كل حاجة ظاهرة ايه بتبقى كاملة، وفي اكيد حاجات وحشة، وكل واحد بيبقى فيه بيتعرض لحاجات كتير في حياته مش حلوة، ومش كل الناس بتبقى في حالة حلوة 24 ساعة. ده تمام، اتفقنا عليه. ولكن مش معنى ان احنا عارفين ان في حتة وحشة في حياتنا، مثلا ان انا دلوقتي مثلا بشتغل حلو، مش انا يعني بتكلم مثلا الشغل ده ماشي الحمد لله، عندي شغل وتمام وحلو لذيذ ومرتاحة فيه. مثلا القبض قليل مثلا، تمام، فده وحش الموضوع. بس مثلا انا الشغل ده مثلا بيعلمني مثلا، او بستفاد منه من النتورك، من الناس اللي انا بتعرف عليها جوه الشغل ده، او من التجارب، او من كونتنت، او من ممكن ابص على محاور الموضوع واشوف الحاجات الحلوة اللي فيه، واقوم نفسي عشان اتعدى الوحش بتاع المرتب ده. فاهمني؟ يعني اشتغل على نفسي، افضل مركزة مع نفسي واشتغل على نفسي عشان اقوم حتة المرتب، ان انا اتحسن عشان اعرف احسن المرتب، او ان انا عشان ابقى احسن فاروح مكان تاني فاخد مرتب اعلى. فاهمني؟ يعني انا دلوقتي عندي وحش في حتة وانا عارفة ان الحتة دي وحشة عندي ومحتاجة اظبطها. مش خلاص ده بقى ال 24 قيراط بتوعي وده الوحش بتاعي وانا لازم استحمله وخلاص. في حاجات احنا مضطرين نستحملها وخلاص، بس ده مش معناه ان احنا نستسلم ليها. لا بالعكس، احنا نفكر في الموضوع، نفكر ازاي نحسن منه، ازاي نقوم الموضوع، وازاي نعدله بحيث ان هو ما يبقاش عندنا. وده بيخلينا اولا نركز في حياتنا، ما نركزش في حياة غيرنا، وما نبصش اصلا على الناس، لان احنا مركزين على الحلو والوحش بتاعنا، فبنشوف ازاي نخلي الوحش حلو. فاهماني؟ فاحنا كده من الاخر احنا هنبقى مبصين على ورقتنا احنا ونفسنا احنا، حياتنا احنا، ما نبقاش سايبين بقى حياتنا راكنينها على جنب، لان ده الاسهل غالبا. ونبص بقى على حياة الناس بقى واولا ونجادج ناس، نحكم على ناس ونقعد نشوف بقى الحلو اللي عندهم والوحش اللي عندهم. طب لا، ما هم لو ليه خدوا القرار ده، ليه خدوا القرار ده، ليه ما خدوش القرار التاني ده، ما القرار التاني ده كان احسن. طب يا جماعة انتوا مالكوا يا جماعة؟ دي حياتهم هم مش حياتكم انتوا. ده بقى بيبقى سبب ان انتوا مش باصين على ورقتكم، ان انتوا محدش باصص على انا بعمل ايه مع نفسي، انا بعمل ايه في حياتي. يعني طول ما الانسان بيركز مع نفسه مش بيبقى مهتم قوي الناس هتعمل ايه، لان انا مالي، انا كده كده دي مش حياتي، انا مهم اللي ليا حياتي. بس يا جماعة والله الموضوع ده كان فارق معايا قوي ان انا اتكلم فيه، وانا مش هطول بصراحة. يعني مش عايزة اقعد اقول كده نفس الكلام واعيد وازيد في نفس الكلام بصراحة، بس انا حسيت ان انا عايزة اطلع اتكلم في الموضوع ده. وهتلاقوني بعمل حاجات عشوائية كده وبتكلم كتير، ممكن يبقى بودكاست، بس انا مش عايزة الموضوع يقلب معايا بودكاست وكده. عايزة اخليها just for fun يعني on my channel، ان كده كده الكونتنت بتاعي هيبقى متنوع، لان انا شخص يعني بيحب يعمل حاجات كتير وحاجات مختلفة واجرب ولحد ما الاقي النيش بتاعي في اليوتيوب. وانا بشهدكوا عليا ان انا محتاجة ابقى consistent في التصوير، ومحتاجة انزل لكم في ميعاد ثابت ان شاء الله، عشان اعرف بعد كده ان انا اتسيستم على حاجة، وما بعد ما انزلكوش الفيديو ده وبعدين اختفي شهر ولا شهرين من غير كونتنت. انا عندي افكار كتير جدا اعملها لكم بجد، و I have the gear، عندي الجير والحمد لله يعني اقدر ان انا اصور ده واقدر اعمل الحاجات دي، وعندي الافكار.
وعندي المشاركة والحاجات اللي انا اقدر احكيها لكم كده. فان شاء الله خير، وان شاء الله ابقى كونسيستنت وعد. وحاجة كمان، انا بجد مش مصدقة اصلا ان انا اللي بقول كده، ان انا دايما كنت بسمع اليوتيوبرز اللي انا بحبهم هما بيقولوا نفس الكلام ده، واللي هو ان انا عايزه ابقى كونسيستنت وعايزه انزل لكم كونتنت وبتاع، وببقى متضايقه منهم، ببقى اللي هو نزلوا يا جماعه كونتنت، انا عايزه اشوفكم اكتر. وكده كده يعني الهيترز هيفضلوا هيترز، كده كان مفيش هيترز الحمد لله. انا عايزه الكوميونتي بتاعتي بتاعت اليوتيوب شانل بتاعتي دي تبقى كوميونتي لوحدها كده، يبقى مكان في الانترنت لوحده، في عالم لوحده. يعني انا دايما بحس ان انا في عالم لوحدي، فعايزاكم تبقوا معايا في العالم بتاعي، ونبقى مع بعض كده بس كوميونتي غريبة، تتكلم وترغي ونشارك مع بعض حاجات. ودلوقتي انا بدأت اعيش هنا اكتر فدي حاجة بالنسبة لي احسن، ان انا ابدأ اركز مع نفسي هنا، واركز في ورقتي انا كمان، عشان ما بقاش بس بركز مع الناس وخلاص، وابقى بسمع الكلام اللي انا بقوله بجد، واركز في ورقتي. وزي ما بيقولوا ايه، لا مش فاكرة المثل خلاص راح مني اوكي، باي يا جماعة، نشوفكم في فيديو تاني، باي باي.